الفيلم ديالنا هاد النهار كيهضر على الرحلة رقم 7500 واللي كانت كتقودها شركة خطوط طيران فيستا باسيفيك، وكانت الرحلة متجهة من لوس أنجلوس لطوكيو. في أول مشهد كنشوفوا أن الطيار كيفقد السيطرة على الطيارة، من بعد كيبانوا لينا بزاف ديال الصور على الشاشة كتوضح لينا أن الطيارة كدوز على واحد المطب هوائي وبلي راه كتعرض للخطر. الركاب منين سمعوا هاد الهضرة كلشي ناض كيغوت ومخلوع وخايفين على حياتهم اللي غادية تنتهي في ثانية. اجيو دابا نرجعوا بالزمن لور 4 سوايع قبل ما تقلع الطياره، فاش كانت الطياره على وشك الاقلاع بالقياده ديال الطيار بيت هيني. الجو كان ملائم لاقلاع الطياره. نفس الوقيته كانوا فيها واحد جوج مضيفتين ديال الطيران سميتهم لورا وسوزي كيديروا اخر التجهيزات الضروريه لاقلاع الطياره. من بعد بداو الركاب كيطلعوا للطياره واحد مورا الاخر، وكان وسطهم واحد الراجل ومراته غاديين في رحله سميتهم برادا وبيا، وكان تا وسط الركاب واحد الشفار سميتو جي وواحد الراجل سميتو لارنس هاز معاه واحد الصندوق حالف لا طلق منها. وكان حتى واحد ثنائي اخر كانوا غاديين لشهر العسل سميتهم ريك وليز، وواحد البنت ثانيه غريبه الاطوار سميتها جانيسا. ورجل الاعمال لارنس كان باين عليه باللي مهتم بزاف بداك الصندوق وحارس عليه بزاف، داكشي علاش ناض خباه في الخزانه اللي تحت الكرسي ديالو. وغادي نعرفوا ان مضيفه الطيران لورا على علاقه سريه مع البيلوت اللي اصلا مزوج، وكتقول ليه ان وحده التحكم اللي في الارض صيفطات لهم واحد التحذير مهم يقول ان الطياره ممكن تعطل شويه على ما تقلع. في نفس الوقت كان برادو وبيا هما الوحيدين اللي في الطياره اللي من الطبقه العامله، وكيبان لينا انهم كانوا كيتمناو يديروا هذه الرحله ولو مره واحده في العمر. وغنعرفوا انهم كانوا في علاقه وتفارقوا، واخا هكاك ما قالوا حتى شي واحد من صحابهم. هادشي كامل باش الرحله ديالهم ما تاثرش وتمشي هي هذيك. باختصار الركاب ديال الطياره كاملين كتحس بهم جايين من شي عالم موازي. اما الا رجعنا عند ليس غنلقاو حاضيه غير الكرسي اللي حداها يجلس فيه شي واحد، يمكن خايفه على راجلها لا طيروا ليها شي وحده. ولكن داكشي اللي خافت منه هو النيت اللي وقع. جات جانيسا وجلست جنبها بالضبط، بقات ليس كتشوف فيها وباينه فيها مستغربه من ستيل ديال اختنا، ولكن لاحظات باللي كاين واحد الكرسي وراهم خاوي، وطلبات من جانيسا الا ممكن تمشي تجلس فيه وتخلي الكرسي اللي حداهم خاوي. ولكن جانيسا قالت لها لا بكل اداب. وهما كيتكلموا كنلاحظوا ان ريك عجبو ستيل ديال اختنا، ولكن غير شافت مراته كيشوف فيها وهو يقلب وجهه ستة سعود باش مرته ما تقلقش وتكحل عليه المعيشه. المهم المضيفتين علنوا على ان الطياره على وشك الاقلاع وان الرحله غاديه تبدا. بداو مضيفات الطيران كيفحصوا الركاب ويشوفوا شنو خاصهم، وملي المضيفه قربات من رجل الاعمال لارنس واللي كان غريب الاطوار طلبات منه يحيد ديك الصندوقه اللي داير تحت الكرسي ديالو ويديرها فوق الطاجيرات اللي فوق راسو. وبالفعل لارنس سمع الهضره ديالها، وكان واضح انه كان مخبي في داك الصندوق شي حاجه مهمه. من بعد واحد شويه الطياره دارت الاقلاع وبدات الرحله، والركاب كان مسموح لهم يفكوا احزمه الامان. والشفار جيك في هذه اللحظه كان كيحاول يبدا الهضره مع البنت اللي جالسه جنبه واللي بقات كتجاوبو غير بالقاسح وتصدر فيه، تعرفاتو شفار غير من ديك الطاشمه ديال التليفونات اللي تحته. وفي المشهد اللي موراه كتبان لينا ان الطياره بدات كتزعزع كامله من بعد ما مرت من واحد المطب هوائي. والركاب كاملين في هذه اللحظه ربطوا احزمه الامان، كانوا خايفين بزاف وهما كيتسناو الطياره تستقر. ولكن فعلا ما دازت حتى 5 دقائق والطياره استقرت. عاد الركاب ارتاحوا وطلعوا النفس ديالهم وهما باقيين مصدومين حتى كيشوفوا بلي لارنس جاتو ازمه قلبيه. خونا جمد بلاصتو بقى كيتنفس غير بزز. وملي المضيفه لاحظات ان حالته بدات كتدهور سولات الركاب واش كاين شي طبيب هنا معانا. والو الركاب كلشي تصمك وبقاو غير كيشوفوا فيها. في هذه اللحظه لورا قررت انها تدخل هي براسها، ولكن قبل ما يشخصوه خونا بدا كينزف بزاف ديال الدم. في هذه اللحظه عاد واحد خونا ضرباتو الفيقه، مشى عند المضيفه قال لها راه انا دكتور طوارئ. تاري كيتطوع وبداو كيساعدوا لارنس، ولكن فجاه لارنس بدا كيترعد غير بوحدو وحالته زادت التدهورات. في هذه اللحظه لارنس جذب الانظار ديال كاع الركاب اللي في الطياره وكلشي بدا كيشوف فيه وبداو كيشجعوه باش يحاول يمسك راسو. ولكن فجاه وقدام كاع الركاب لارنس توقف عن الحركه والتنفس. بدا براد وريكي كيحاولوا يصدموه بجهاز الصدمات، الله هو عسى يرجع للحياه، ولكن من غير حتى شي فائده. والسيد طاح وقدام عينيهم. وبالرغم من ان هذه الحادثه وقعت وسط الطياره الا ان البيلوت بقى مصر باش يكملوا الرحله حتى اليابان. من بعد كنلاحظوا ان طاقم الطياره نقلوا كاع ركاب الدرجه الاولى لواحد البلاصه بوحدهم باش يخليو شويه الاتساع فين يحطوا جثه لارنس. من بعد كنشوفوا ليز كتعاتب راجل هاري حيت دار تنفس اصطناعي لارنس قبل ما يموت. قالت ليه كنت حتى انت تقدر تعادى منه وتموت بحاله. فجاه جانيستا سمعت المحادثه اللي دارت بيناتهم وقالت ليهم باللي هذا الموت راه جزء من الحياه. وفي اللحظه اللي كان الطاقم كينقل جثه لارنس من بلاصتها باش يحطوها في الغرفه الاخرى، جانيستا قاست يد لارنس الميت وكان باين باللي تعجبها الملمس ديال الدم. من بعد واحد شويه ريز مشات للحمام، وهنايا ريك ناض مباشره استغل الفرصه باش يبدا المحادثه ديالو مع جانيستا وقال لها باللي راه هو معجب بها بزاف وبطريقه التفكير ديالها وباللي حتى هو راه ما تيخافش من الموت. وقالت ليه جانيستا باللي كون كان بنادم كيعرف امتى غادي يموت كون راه ما غيضيع حتى لحظه من حياته. ما فهمناش علاش هاد الهضره
الهضره خلات ريك طاير بالفرحه. المهم يلا خونا بدا كيتعمق في الهضره وهي ترجع ليز مراتو قاطعتهم. وفي الوقيته اللي كانت لورا كتقدم المشروبات للركاب لاحظات ان الضرسه ديال لارينس مليوحه في الارض وبدات كتفكر المنظر ديالو وهو كيتركل قبل ما يموت. وملي سرحات واحد شويه بالتفكير ديالها شداتها الخلعه من الركاب وطيحات كاع داكشي اللي كانت هازه. وفجاه بدات القرعه ديال الماء اللي شد براد كتكمش غير بوحدها. وكيتضح لينا باللي حتى الاكسجين وسط الطياره ولا قليل وبداو حتى الاظافر ديال براد كيتحولوا للون ازرق. وطبعا هادشي كامل ما كيبشرش بالخير. من بعد بدات الطياره هابطه نيشان قاصده الارض وناضت الروينه ما بين الركاب وسط الطياره وكلشي شدوا الرعب والخوف. حتى واحد شويه تيبان لينا ان البيلوت قدر يسيطر على الطياره واحد شويه، ولكن مع ذلك الطياره بقات كتستمر بالاهتزاز اللي خلى الامور تسوء اكثر ومعدلات اكسيد الكربون اللي تزادت بواحد الشكل مفاجئ. داكشي علاش كنشوفوا الماسكات نزلوا فوق الكراسه باش الركاب يقدروا يستعملوها للتنفس، ولكن للاسف الماسك تاع بيا ما كانش خدام. داكشي علاش اضطر انه يعطيها الماسك ديالو ويقلب لراسو على شي ماسك واحد اخر. من بعد كيبان لينا انه كاينه حتى واحد البنت صغيره مغمى عليها، اضطر براد انه يمشي يساعدها حتى هي. وفي نفس الوقيته كاينه حتى واحد المراه سميتها راكيل كانت في الطواليت حتى لقات الباب تسد عليها. اللحظه اللي تزعزعات فيها الطياره واخيرا قدرت تفتح الباب ديال الطواليت، ولكن للاسف ما جات فين توصل الاكسجين حتى طاحت وسخفت في الارض. وفي هذه الاثناء الصعيبه لاحظ براد باللي بيا صافي سخفات ورجع مباشره للكرسي ديالو باش يحاول يفيقها. ولحسن الحظ ملي رجع ليها الماسك اللي طاح ليها من وجهها قدرات انها ترجع الوعي ديالها عاوتاني. وكما كنشوفوا الاوضاع واخيرا قدرات ترجع مستقره داخل الطياره. والكابتن بيت بدا كيقول لهم ان نقص الضغط الجوي وسط الطياره كان سببه ان المستشعر اللي كيتحكم في الضغط وسط الطياره ما بقاش خدام من بعد اول ما طب جوي دازو منه، وبان المشكله حاليا راه تحلت نسبيا. وبسبب هذا الشيء تضطرت الطياره انها تحلق قريبه من الارض. وملي عرفوا المضيفتين ان الاوضاع استقرت واحد شويه ناضوا كيجمعوا ديك الروينه اللي في الطياره. وفاش كانت لورا كتفقد الركاب لاحظات ان راكيل طايحه في الارض مغمى عليها، ومباشره ركبات ليها الماسك ديال الاكسجين باش تفيقها. والحمد لله راكيل فاقت كتبكي وبدات كتعنق في لورا حيت اعتقدت حياتها من الموت. من بعد بيا وهي جالسه حدا راجلها حتى حست بشي حاجه غريبه تحركت وراها، وملي دارت تشوف شنو داكشي ما لقات حتى شي حاجه وقعت مع راسها باللي راه غير كتهلوس بسبب هاد الكارثه اللي وقعت من دابا شويه. في نفس الوقت كنلاحظوا ان الشفار جاك ناض من بلاصتو بدا كيتسلل للبلاصه اللي محطوطه فيها الجثه ديال لارينس، وغنعرفوا انه كان حاط عينه على الساعه ديال الرولكس اللي كان لابسها لارينس في يدو. من بعد ما وصل الجثه ديال لارينس وحيد ليه الساعه من يدو ناض باغي يضرب معاه حتى واحد السيلفيتي ذكاري، ولكن فجاه بدات الجثه ديال لارينس كتحرك. هنا جيك شد الرعب من ركابيه وناض حيد الغطاء اللي على الجثه باش يشوف شنو داكشي. فاذا به خونا ما حس براسو حتى نقز من بلاصتو بالخلعه من داكشي اللي شاف قدامه. جيك حاول يهرب ولكن شي قوه خفيه قدرت توصل ليه وشداتو. نرجعوا دابا لغرفه القياده. كان الكابتن بيت كيحاول يتواصل مع المسؤولين ديالو في طوكيو من خلال الموجات ديال الراديو، ولكن بدا كيسمع غير في التخرشيش. نمشيو دابا عند براد اللي جا حتى هو الملل وبدا جابد عليها بواحد البرنامج سميتو تويلايت زون باش الله ينسى داكشي اللي داز عليهم في الطياره. ولكن فجاه الشاشه بدات كتقطع وبقى كيحقق فيها حتى بانت ليه الصوره ديال لارينس في الشاشه. ومن بعد بساعه لورا بانوا ليها شي ضواو من الشرجم ديال الطياره، ولكن ملي قربات للشرجم تشوف شنو داكشي ما لقات حتى شي حاجه تما، وبدات كتقول على راسها بانها بدات غير كتهلوس وما غتهنى حتى يهبطوا بها الطياره للمطار. من بعد لورا كتلاحظ ان جيك ما كاينش في بلاصتو فسولات راكيل فين غادي يكون مشى. جاوباتها وقالت ليها باللي راه مشى لمقاعد الدرجه الاولى، يعني البلاصه فين كانوا حاطين الجثه ديال لارينس. فهنايا لورا والمساعده ديالها وسوزي تشجعوا مشاو لتما، والمفاجاه انهم ما لقاوش جيك تما، والصدمه الكبيره كاع انهم ما لقاوش حتى الجثه ديال لارينس. طبعا من بعد ما لورا وسوزي تخلعوا من داكشي اللي شافوا رجعوا كيجريو للمقصوره ديال القياده. مباشره اتصلت لورا بالكابتن ديال الطياره باش تشرح ليه شنو وقع بالضبط. قالت ليه باللي راه جيك والجثه ديال لارينس ما كاينينش في الطياره، وقالت ليه حتى على الضو اللي كان بان ليها من الشرجم وباللي راه كتظن ان شي طائره مقاتله هي اللي دازت جنبهم. وطبعا هو ما تيقش هادشي اللي قالت ليه وقال ليها باللي هادشي اللي كتقولي راه مستحيل يوقع حيت ما بانت ليا حتى شي طائره مقاتله دازت من الرادار من الساعه اللي بدات فيها الرحله. من بعد راكيل ناضت مشات للطواليت عاوتاني وكيبان لينا باللي بالها راه مشغول مع شي حاجه. اذا بينا كنعرفوا ان سير الوجه ديالها للطواليت كان بسبب اختبار الحمل، وحسيت بالراحه من بعد ملي عرفات ان نتيجه الاختبار سلبيه وانها ما حامله ما والو. ولكن قبل ما تخرج من الطواليت بدا كيخرج واحد الدخان كثير من الارض، ختنا شداتها الخلعه حتى خرجت واحد اليد وسراتها نيشان الارض. من بعد المضيفتين لورا وسوزي رجعوا كيحسبوا في الركاب واحد ويقلبوا على الجثه ديال لارينس اللي اختفت بشكل مفاجئ. وملي برات عرف باللي الجثه اختفت قال لهم باللي تا انا راه بانت لي التصويره ديالو في الشاشه، وقالت لهم بيا حتى انا راه بانت لي شي حاجه كانت تحركت من ورايا، وهذا الشيء خلاهم يتاكدوا كاملين باللي ماشي راه غير كيهلوسوا. داكشي علاش ريك وليز قرروا انهم يساعدوهم باش
يعرفوا شنو واقع في هاد الطياره بالضبط. واول حاجه داروها هي انهم مشاو تيقلبوا البارزه ديال لارنس، ومع بداو كيقلبوا فيها لقاو بزاف ديال الانابيب صغيره، وسطها شي شعار مكتوب على دوك الانابيب سميات ديال شي عيالات. وفجاه كنلاحظوا ان جينيستا دخلت عليهم وعرفاتهم باللي كيقلبوا في حوايج لارنس وباغيين يعرفوا شنو كان مخبي عليهم. حتى هي ما كانتش من العاكزين، داكشي علاش جابت معاها الصندوق اللي كان مخبي لارنس. رجعت عاوتاني لبلاصتها تكمل نعاسها، ولكن كانت واحد القوه خفيه كتجر ليها المنطقه اللي كانت مغطيه بها من التحت. من بعد واحد شويه المضيفتين كيحصلوا براد والمجموعه اللي معاه يحاولوا يحلوا داك الصندوق. وهنا قالت لهم لورا باللي هادشي اللي كديروا راه حشومه تقلبوا شي حوايج ماشي ديالكم. ولكن ريك بدا كيشرح ليها باللي راه كاينين شي حوايج كيوقعوا في هاد الطياره، شي حوايج ماشي هما هادو، وباللي هادشي بدا ملي مات هاد السيد. داكشي علاش شدهم الفضول وباغيين يعرفوا شنو واقع. وداكشي علاش زاد اقترح عليها ريك بانهم يقلبوا حتى الحوايج اللي كاينين في الكولوار لتحت. ولكن واخا هادشي كامل لورا ما وافقتش على الطلب ديالهم، وقالت لهم من الاحسن غير رجعوا لبلايصكم. ولكن من بعد ما لورا قلبات حوايج لارنس بعنايه قدرات لورا انها تغير الراي ديالها، ورجعت بغات تقلب الحوايج ديالو الاخرين باش تعرف اش كان مخبي عليهم هاد خونا بالضبط. ولكن سوزي ما نزلاتش معاها وبقات كتسناها غير من الفوق. لورا ما كتحس براسها حتى هي، حتى كتخرج ليها واحد اليد من العدم وكتغبرها حتى هي بنفس الطريقه. في نفس الوقت كان براد واللي معاه رجعوا باش يكملوا التقلاب ديالهم. ومن بعد ما فتحوا ديك الصندوقه لقاو وسطها واحد الدميه صغيره، وملي جينيستا شافتهم مع الخبره اللي عندها في الاساطير كان باين عليها باللي عارفه هاد الدميه ديالاش مزيان. وقالت ليهم باللي هاد الدميه الاسم ديالها شينغيماي، وشرحت ليهم باللي هاد شينغيماي في الاساطير اليابانيه كتعتبر من ارواح الموت، وباللي كتجمع ارواح الناس قبل ما يموتوا، وباللي هاد الشيء ما كيوقعش من غير الا هاد الناس خلاو على هاد الحاجه اللي رابطاهم بهاد العالم اللي حنا عايشين فيه. وفي اللحظه اللي جينيستا كانت كتكمل لهم الشرح ديال دميه شينغامي بدات الدميه كتطلع شي اصوات غريبه، فشرحات لهم ان هاد الشيء كيعني ان لارنس رافض يخلي الروح ديالو. وفي نفس الوقت كان الكابتن بيت كيسمع شي اصوات شويش في اللاسلكي ديالو، وفجاه البيلوت كيبان ليه شي حد جاي من موراه، فكيبدا يغوت من الخلعه الله تسمعوا المجموعه. وفي نفس الوقيته اللي كانت سوزي كتسنى لورا تطلع من الغرفه خرجات ليها نفس الايد وحاولت تشدها حتى هي، ولكن سوزي قدرات تنجب اعجوبه وتهرب منها. ومن بعد ما مشات للبلاصه ديال ركاب الدرجه الاولى حتى كتبان ليها واحد السحابه ديال الدخان وراها، ولكن سرعان ما اختفت هاد السحابه ملي جا براد والمجموعه اللي معاه. من بعد ما لاحظوا ان سوزي بدات كتغوت بالجد. وفي الوقيته اللي كانت سوزي غاديه لعندهم وهي خايفه فتحات خزانه من الخزانات اللي كاينين في السقف، وتجرات سوزي ليها قدام الانظار ديال المجموعه، وكلشي مشى عافت الغرفه ديال القياده. في نفس الوقت جينيستا سمعت واحد الصوت كيشبه الصوت ديالها تماما، وملي دارت تشوف شنو داك الشيء كيبان ليها واحد المجسم كيشبه ليها، وبقات غاديه لجهته. اما البقيه ديال المجموعه اكتشفوا ان البيلوت والمساعد ديالو ميتين في بلاصتهم، وكتبان لينا حتى راكل ميت حدا الطواليط. وفاش المجموعه فهموا مباشره ان هاد الروح المجهوله كتبدا تصفي عليهم واحد مورا الاخر رجعوا كاملين لبلايصهم. ولكن داكشي اللي شافوه تما ركب فيهم الرعب كاملين، شافوا ريوسهم بما فيهم براد وريك ميتين فوق الكراسه ديالهم. من بعد مباشره بان لهم الخبر في الشاشه ديال الطياره كيعلن الوفاه ديال ركاب الطياره كاملين، بالضبط الرحله رقم 7500. من بعد ما الطياره عانت من نقص ديال الضغط بشكل كارثي، وانهم صيفطوا واحد الطياره بدون طيار باش تفقدها، ولقاو ان الطياره غاديه بوحدها بشكل اوتوماتيكي، وانه ما كاينش شي اشكال من اشكال الحياه في الداخل ديال الطياره، وباللي شافوا كلشي ميت. وغنعرفوا في البلاصه باللي كاع اللي في الطياره راه ميتين، وباللي هادو اللي كاينين دابا راه غير ارواح ديالهم، وان الركاب ماتوا كاملين في اللحظه اللي الطياره تعرضت لنقص الاكسجين، وان كاع هادشي اللي وقع كان من صنع ديال ديك الدميه الغامضه واللي كتحكم في الارواح ديالهم. اما الضو اللي شافته لورا جاي من برا الطياره فراه كان الضو ديال الطياره الاوتوماتيكيه اللي جايه تقلب على الطياره رقم 7500. ومن بعد ما فهموا انهم ميتين بدا براد وبيا كيتقبلوا الموت ديالهم وكيعنقوا بعضياتهم للمره الاخيره. من بعد الوقود اللي في الطياره تقادا وكطيح الطياره مباشره في المحيط.